السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما إن شاء الله بخير. النهاردة الحقيقة هنكلمكم عن حاجة مهمة جدا وهي المواد الخام. يعني إيه المواد الخام؟ يعني حضرتك ممكن تتساءل على بعض المواد اللي بتكون منها مثلا المخدات، بيبقى موجود جواها إيه؟ شكلها إيه؟ النهاردة نحاول نوصل لحضراتكم إيه اللي ممكن يبقى جوه المخدات، إيه اللي ممكن يبقى جوه اللحاف، إيه اللي ممكن يبقى جوه طبقة التطرية، وهكذا. إن شاء الله لما تتابعوا معانا الفيديو تفهموا أنا قصدي إيه. أولا هنبدأ بالمكون الأشهر اللي تبقى طبعا الأقدم وهو الفايبر. الفايبر ده طبعا مكون هش. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أو معظم الناس عارفة إن ده مكون هش ممكن يدخل في كثير من الصناعات طبعا الخاصة بالمراتب، زي طبعا المخدات أو الخدريات المشهورة أوي عنها إن هي بتبقى مكون فايبر. ممكن ده طبعا يبقى فايبر سوفت، فايبر سوفت هش، وبالتالي ممكن يتحط في المخدة ويبقى طري وناعم. طبعا الفايبر بيبقى حراري، يعني حراري أقصد إن هو بيتفاعل مع حرارة الجسم وبيطلع حرارة، بينتج حرارة عالية، وبالتالي طبعا في الحر والكلام ده ممكن يعني يحر الشخص أو يحسسه بالحرارة مع دخول الصيف. طبعا الشخص اللي بيعرق في النوم وكده طبعا ممكن يعاني من الموضوع ده شوية، وبالتالي ممكن في درجات الحرارة العالية ناخد بالنا من الحكاية دي، إن درجة حرارة الغرفة تبقى كويسة عشان الفايبر هيحر، يعني هيحر لازم هتحس بالحرارة. ده في الفايبر السوفت اللي بيستخدم في المخدات والخضريات، اللي ممكن كمان تشوفه في حالة فاكيوم أو منزوع الهواء. زي ما حضراتكم شايفين ممكن تلاقي الخضرية أو المخدة السمك كده، أو يعني مش قوي كده بس رفيعة خالص، وتفتحها بتتملى هواء تبقى خضرية عادية، برضه تبقى دي فايبر عادية. ممكن يبقى في بقى كمان نوع تاني من الفايبر او بيتعمل بطريقه تانية هو فايبر، لكن فايبر رول. الفايبر الرول ده بيبقى عباره عن ملتصق ببعضه، فايبر يعني كانك متخيل حاجه مفروده قدام حضرتك كده، بيبقى متماسك شويه، يبقى طبعا فايبر برضه هش لكن متماسك شويه. ده بيدخل في صناعه مثلا اللحاف او طبقات التطريه اللي بتحط فوق المراتب، بيبقى ليه كذا استخدام: مخدات، خداديات. ده الفايبر عامة، وطبقات تطرية ولحاف كمان ممكن تحط في اللحاف. ممكن طبعا يبقى ليه استخدامات أخرى، لكن دي الاستخدامات الخاصة بالمراتب على وجه علمي أو اللي جاي في ذهني، حاضر في ذهني دلوقتي. تاني حاجة معانا هي المايكرو فايبر. هو شيء متطور شوية عن الفايبر، بيقوم بوظيفة الفايبر لكن إلى حد ما بيقال إن هو إلى حد ما أحسن تعاملا مع الحرارة، درجات الحرارة أحسن من الفايبر بكتير. بيقال عليه كمان بديل ريش النعام. فالناس بتاخده طبعا سعره مرتفع كتير عن الفايبر، لكن بيحسن موضوع الحرارة ده شوية كما يقال طبعا، عشان المعلومات تبقى صحيحة. الإعلانات دي مش متأكد من موضوع الحرارة ده، لكن بيقال أو سمعت إن هو بيبقى أفضل تعاملا مع الحرارة. كمان اللي أنا شفته إن هو بيبقى سوفت أكتر وناعم أكتر، وبالتالي ممكن يبقى أريح شوية من الفايبر كمان. بيدخل في كل الصناعات زي الفايبر بالظبط، بيعمل منه مخدات، خداديات، طبقات تطرية، وكمان لحاف. تالت معانا حاجة مشهورة جدا برضو وهي الإسفنج. الإسفنج طبعا اللي بيدخل في كل حاجة في المراتب تقريبا، بيدخل من مكون من مكونات المراتب معظمها أو معظم المراتب الأساسية. ممكن يبقى كذا درجة من النعومة. ممكن يبقى سفنج هارد اللي هو صلب جدا، بيستخدم في حاجات معينة من في المراتب، أو بيستخدم في، يعني بيبقى مطلوب ان المرتبه السفنج ده يبقى ناشف او قوي، بيقدم دعم الصلب، وهنا بيبقى درجه صلابته عاليه. ممكن تطلبه اقل شويه متوسط الصلابه، وممكن تطلبه كمان سوفت، وممكن تطلبه كمان سوبر سوفت. وكل درجه من دول كمان ليها درجات، يعني ممكن مثلا يبقى كثافته مختلفه. يبقى كثافته مختلفه بمعنى ان مثلا يبقى درجه السفنج يبقى سوبر سوفت، لكن مثلا كثافه 30، تزيد الكثافه شويه بتاعتها تبقى كثافه 38، وهكذا. يعني كمان درجه الصلابه بتختلف بدرجه الكثافه. وبالتالي السفنج ده استخداماته عديده جدا وكتيره جدا. كمان في نوع من انواع السفنج او بيطلق عليه الريباوند او الريباوندد او الريبوند الطبي، اللي بيبقى صلب جدا، اللي بيدخل في المراتب الطبيه او المكون الاساسي للمراتب الطبيه، بس طبعا بيبقى صلب جدا وناشف جدا. الحاجه الثالثه معانا هي الميموري فوم. ميموري فوم او الاسفنج صاحب الذاكره.
اللي من اسمه طبعا بياخد ذاكره. ليه اسمه كده؟ لانه بطيء في رد فعله جدا، فتحس ان هو طبعت جسمك طبع على المرتبه او على الميموري فوم، وبالتالي تحس ان هو ليه ذاكره، فاكر شكل الجسم، بيرسم الشكل بالظبط. لو اتحط عليه اي جسم او اي شيء على الميموري فوم بياخد شكله تماما، وبالتالي بيقدم مستوى رفاهيه عالي جدا، ويقدم مستوى سوفت عالي جدا جدا جدا. الميموري فوم الى حد ما هو منتج بيصنع كيميائيا، مفيش فيه مواد طبيعيه، وبالتالي كالعاده بيتفاعل مع حراره الجسم، وبالتالي الى حد ما الميموري فوم هو بيقدم رفاهيه عاليه جدا، واحساس سوفت عالي قوي 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 للناس اللي بتحب المراتب الطريه قوي. وبالتالي ممكن يستخدم في كذا حاجه، ان ممكن طبعا نعمله كمخدات او خداديات طبيه، زي ما حضراتكم شايفين بتبقى مثلا بالشكل ده. دي مثلا خداديه طبيه ميموري فوم، ده جزء عالي اللي من الناس اللي بتنام على جنبها، وده جزء اقل اللي ممكن ينام على ظهره او حاجه. كل ارتفاع بيناسب زي ما حضرتك عايز. زي ما حضرتك شايف كده، لو ضغطت عليه ياخد وقت على ما يرجع مكانه تاني، لان ده معروف عنه ان هو مصمت تماما، مفيش فيه فراغات، وكثافته عاليه جدا. بمجرد ما زي ما قلنا بتضغط ويرد على طول، زي اللي هو زي الفايبر مثلا، لكن زي ما حضراتكم شايفين بياخد وقت على ما يرجع مكانه، بيمتص الجسم يعني اقرب ان الانسان نايم على رمل او شبيه لكده يعني. وبالتالي هو سوفت وناعم جدا، وبيدي طبعا مستوى رفاهيه عالي قوي. زي ما حضراتكم شايفين احنا ممكن نعوض حكايه الحراره دي، ان في بعض الخداديات الميموري فوم بيتضاف عليها طبقه جل او اسمها كولينج جل، او طبقه جل بتطري الموضوع شويه، او بتخلي الموضوع المرتبه الخداديه دي تبقى دايما بارده، او درجه الحراره بتاعتها منخفضه في كل الاوقات، تبقى ميموري فوم وعليها جل عشان موضوع الحراره ده. ممكن كمان يتعمل منه مخدات طويله مش خداديات بس بالمقاس المطلوب. وممكن تبقى طبعا طبقه تطريه، طبعا تدي رفاهيه عاليه قوي للمرتبه، بس طبعا سعرها مرتفع. وكمان ممكن تدخل في تكوين المرتبه، تبقى المرتبه نفسها بتحتوي على طبقه ميموري فوم تزود مستوى الرفاهيه العالي. موضوع الحراره زي ما قلنا ممكن نحط نجيب في الخضريات موضوع الكولينج جل ده او طبقه الجل، وفي العادي نحافظ على درجه الحراره بتاعه الغرفه. كده يبقى انتهينا من الميموري فوم. اخيرا وليس اخرا هي طبقه اللاتكس او الناتشورال لاتكس، اللي هو طبعا اعلى انواع الاسفنج في العالم. اللاتكس طبعا مشتق من نبات او شجر المطاط، بيتعمل بخلطه طبخه 100% طبيعي، وبالتالي هنا ما يميزه عن اي حاجه انه لا يتاثر بالحراره تماما، سواء في درجات الحراره العاليه او درجات الحراره المنخفضه. بيقدم احساس كويس جدا ومناسب، ويعتبر دعم الاقرب الى المثاليه، ممتاز جدا. بيبقى شكله قريب من الميموري فوم، لكن بتحس ان في فتحات تهويه من كل مكان. فتحات التهويه دي اختلافها او اقترابها من بعضها او تباعدها بيقدم دعم مختلف للاجزاء المختلفه من الجسم. وبالتالي ممكن يبقى لاتكس زونز او مناطق بتقدم هنا دعم اقوى شويه، بتقدم هنا دعم او في المنتصف اقوى شويه، في الجزء اللي نازل او المنخفض من الجسم، او الانحناءات اللي نازله من الجسم دعم اقل شويه، وبالتالي كمان ممكن تقدم دعم الاقرب كمان الى المثاليه. ممتاز جدا طبعا، بس طبعا يعتبر الاعلى كمان سعرا، كمان اعلى من الميموري فوم، سعره عالي طبعا. اضفته على اي حاجه هتزود مستوى رفاهيه عالي جدا، لكن هيزود طبعا الارتفاع في السعر جامد. ممكن طبعا نعمل منه خداديات لاتكس، مش محتاجه طبعا تبقى فيها جل، لان هي كده كده ما بتحرش او ما بتطلعش حراره، ما بتنتجش حراره. ممكن نعملها طبعا في طبقه التطريه، بتبقى طبعا بتضاف على المرتبه وبتزود مستوى الرفاهيه العالي جدا. وممكن طبعا تبقى طبقه داخليه داخل المرتبه، فيها كده كده المرتبه تحتوي على طبقه لاتكس، طبعا نفس الكلام، بتقدم احساس عالي قوي ونوم يعني ممتاز، اريح وافضل. طبعا لكل حاله استثناءات، ممكن اللاتكس بالرغم من ان هو مثالي جدا، ممكن لحاله معينه او عميل معين ما يرتاحش على اللاتكس، او ما يرتاحش على الميموري فوم، او ما يرتاحش على الفايبر، وهكذا وهكذا. فمهم جدا ان حضرتك عارف تبقى بتشتري ايه وعشان ايه، انت عايزه لايه قبل ما تشتري. طبعا مهم قوي انك تجربه عشان تبقى عارف انت بتشتري ايه قبل ما تدفع الفلوس يعني. شكرا لحضراتكم، يا رب تكونوا استفدتم. السلام عليكم.
ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسن دمياط. شكرا لحضراتكم، نراكم قريبا.